وصلت مطار روما من اولها كده في المطار، كل حاجه اطلب. وما يعني معروف بالحوار ده، بص كله اثار، حاطين تماثيل في المطار كده وانت ماشي عشان تتفرج على الاثار بتاعتهم يعني. وصلت روما اخيرا. طريق كان طويل قوي، 6 ساعات من مدينتي للمطار، وبعد كده ساعة ونص طيارة، بعد كده ساعة من المطار بتاع روما لروما ذات نفسها. ستايل ايطاليانو ايطاليانو. مبسوط بس خايف لان هنا معروفين سرقة، بيك بوكيت، بيقعدوا يقولوا بيك بوكيت بيك بوكيت. انا اول ما اسمع الكلمة دي هقفش في الموبايل. فالوقت رايح عامل تشيكن في الهوستل وجعان، ف هنروح لازم اكل حاجة وبعد كده هلو. عسل والله، الايطاليين دول عسل. فنروح الفندق وبعد كده نروح نشوف ناكل ولا نعمل ايه. انا لسه طالع من المحطة. في زي كنيسة اسمها كنيسة ماري، سانت ماري، عارفين الاسم؟ بس عامل ازاي؟ فهي منطقة، هي روما سياحية جدا يعني. يا رب تكون سامعيني صوت عالي قوي. هحاول اصورها لكم بشكل افضل. عملت تشيكن في الفندق. تعالوا اوريكم الاوضه كده في السريع. قلعت الجاكيت، طبعا الجو هنا حر مش زي المانيا. الفندق الصراحه او الهوستل نضيف قوي يعني، دي من الحاجات اللي كنت خايف منها لان برضه الهوستلز هنا غاليه، فانا هو دافع هنا رقم محترم برضه. بص حمام، الممر ده كله بقى اموات يمين وشمال يمين وشمال. انا قلت اخر ممر رميني في الاخر. مجهود صح. انا سكشن نخش هنا جوه. السرير بتاعي، اللوكر بتاعي، معايا واحد كمان بس، فيعني شبه اوضه برايفت يعني، لو مفيش حد جه هنا الاوضه دي بتاعتي بس. فدلوقتي بقى هروح. عملت اهم حاجه التشيكن، عشان لو كان جيت بعد الساعه 11 كنت هدفع فلوس زياده، وقلت اعمل تشيكن بعد كده الف براحتي بقى. سبت الشنطه ومعايا الشنطه الصغننه دي عشان محدش ياخد مني اي حاجه، ما احرص على حاجتي بس. فيلا نبتدي نلف في روما. الدخول طلع ببلاش، تعال كده نخشها مع بعض. يبقى ده اول حاجه نشوفها، وهي كنيسه سانت ماريا. هحط لكم الاسم برضو بالظبط لان هو بالايطالي، فانا يعني الالماني ماشي فيه الحال. فتعال نخش مع بعض كده نشوف هتبقى عامله ازاي من جوه. الستايل طبعا في ايطاليا مختلف تماما عن المانيا، المباني وتقسيمه المدينه وكل حاجه. على منظر على الحقيقة. ايه ده؟ ايه ده؟ منظر على الحقيقة حاجة تانية خالص. الدنيا طبعا زحمة جدا، بس انا هحاول ابقى في النص. المشكلة ان الدنيا زحمة بطريقة مش طبيعية يعني. الناس قد ايه؟ كتير اوي، فالتصوير صعب، مستحيل مش صح. من الواضح ان دلوقتي في صلاة او حاجة او في مناسبة، عشان بس الناس قاعدة اصلا، في موسيقى دلوقتي تشتغل، مش عارف ده ايه. مش فاهم اللي بيحصل. في واحدة واقفة، هم واقفين، هم عايزين يعملوا حاجة في الشباك الكشف ده، مش عارف ايه. Dio ti protegge, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
الصراحة الموضوع كله بالإيطالي، بس المعمار جميل جدا يعني. بس الأوضة دي خلاص بقى يعني متهيألي مفيش حاجة تانية تتعمل، بس زي ما قلت لكم هي إيطاليا هتبقى كلها نفس المنظر عامل ازاي، فهيبقى كلها بنفس الأسلوب ده والستايل ده. تعالى كده نروح نشوف ايه المكان التاني اللي نروحه، بس أنا لازم آكل الصراحة، لازم آكل لازم آكل لازم آكل. الدنيا طبعا يعني روما معروف ان هي زحمه جدا جدا جدا، فالموضوع فعلا بيبقى موتر ان انت حد ممكن يتضايق مثلا من ان هو طلع في الفيديو او حاجه كده. بس فده كان اول مزار لينا بصراحه، يعني مبسوط ان انا دخلت يعني شفت من جوه عامل ازاي، كان عندي فضول اشوف ايه اللي بيحصل جوه يعني. بس فتعالوا نروح نشوف ايه المزار التاني بقى اللي هنلاقيه في طريقنا. انا همشي كده وايه وزي ما الريح تاخدني يعني. طلبت الاكل ومستنيه، رحت مطعم تاني اسمه بيتزا فلوريدا لان زيزي ده لقيته فاضي خالص، وانا الصراحه عندي مش عارف احساس كده ما بحبش اقعد في حته ما حدش بياكل فيها خالص، يعني عندي كده ابصوا مباني في كل حته، بس عامل ازاي المبنى عامل ازاي، تحسوا مبنى زي بتاع وسط البلد، مبنى وسط البلد. فجه الوقت اللي نعمل مقارنه بين البيتزا المصري والبيتزا الايطالي. جت اللحظة اللي أجرب فيها، جبت تشيز، ودي حاجة اسمها التاليو. نجرب التشيز الأول. بسم الله. جامدة جامدة أوي الصراحة. ده كله ب4 يورو. الإيطالي حلو، عجباني أوي التشيز عن التانية. التانية تحس فيه زي قطعة جبنة موتزاريلا بس ساقعة شوية، فالتشيز حلو. المشكلة أنا حاولت أجيب حاجة فيها لحوم، كل اللي موجود كان لحم خنزير يعني، بس فلا البيتزا الإيطالي حلو، بس لسه بقى عاوز أجرب أنواع كتير، فيه بالجمبري وفي شوف جاي بقول له عاوز بيتزا بالفراخ، قال لي احنا في ايطاليا هنا ما بنعملش بالفراخ. تحس اللي هو انا اهنته جامد يعني. الصراحه بيتزا كرانشي قوي وطعمها حلو، ورحت جبت كماله بس المره دي بقى بالجمبري، قلت اجرب كده، اجرب تجربه برضو ما بتكسرش، ادام التيست الاولاني حلو فاكيد الباقي يطلع حلو ان شاء الله. فنكمل بقى بعد ما اكل اجربها معاكم. استنى احاول احط الموبايل في حته هو بيلزق على الحديد عشان الظهر ده مغناطيس، بس انا اجربها واقول لكم ايه رايي فيها. طبعا المنظر المريب اللي انا بتكلم مع العمود، بس نجرب كده. بسم الله. جمبري صغنن بس طعمها حلو، جامدة أوي. ألقاكم بقى بعد الأكل، نشوف هنعمل إيه عشان الدنيا خلاص ابتدت تليل، فعايزين نلحق كده نشوف أي معلم سياحي كمان. بعد ما خلصت أكل وملينا التانك، أنا ماشي زي ما قلت لكم هخلي ريحتي ماشيين النهاردة إيه، عشان أنا النهاردة بستكشف المدينة، بكرة بقى هبقى عامل بلان أنا فين يعني، إيه اللي جابني، إيه اللي رجعني لورا أوي كده في التاريخ. بص إيه ده، إيه ده بجد يعني. بصوا انا حاسس رجعت ورا قوي، صراع الحضارات ده غريب كده.
انا هحاول اصورها لكم بقى بشكل افضل شويه، لان هي فعلا مش هتبان. منطقه كامله اريا كامله كده قافلينها، محدش بيخشها بسبب ان هي منظرها فعلا يعني مثلا بقالها سنين بالمنظر ده. لازم اوريكم. الفكرة ان بصوا يعني دي الناحية دي، الناحية التانية بقى بصوا يعني المنطقة كلها كده، المنطقة كلها يعني هي منطقة كلها بنفس، يعني انا حاسس مثلا بقالها آلاف السنين بالهيكل ده، وهم فعلا ما بيدخلوش بشر جوه. يعني هم زي ما انتم ماشيين كده، احنا ماشيين ما بنقربش من المنطقة يعني بتاعت الآثار دي يعني. الصراحة منظر مهيب قوي الصراحة، جميل قوي. المنطقة كل ما بتمشي فيها كل ما بنبهر أكتر يعني. بس المشكلة بقى دي من الحاجات اللي يعني شفتها قبل ما أجي وحزنت، عاملين زي أعمال استراكشر، فقافلين بسور كده زي الأخضر ده. بس المنظر عامل إزاي؟ إيه ده؟ إيه ده؟ فهي دي ده كان مضايقني اللي هم عاملين السور الأخضر ده. بس هحاول أوريكم برضو إيه منظر من هنا، كل زاوية وليها جمالها. الصراحة المدينة كلها أثرية يعني، هي فعلا مفيش يعني. أنا كنت ماشي كده فهم عاملين، أنا افتكرت في نهر يعني. بص يعني حتى لو ورايا في قبة وقدامي قبة، فأنا ماشي ففي تحس عارف النهر كده بيبقى منخفض، وفي زي ما بيقولوا إيه ممشى. فأنا بقى قلت بشوف المية، طلع مش مية، طلع مسلات يونانية، وهم حاطينها بشكل منخفض بحيث إن ماشي يتفرج عليها، أو هم علوا الأرض عنها حاجة زي كده يعني. فمعموله بطريقه جميله جدا يعني. بص انا ماشي دلوقتي بتمشى عادي في المدينه، بس ده المبنى ده قدامي، هو مش مبين جماله قوي بس هو فعلا مبنى شكله شيك. طبعا اللي انا بعمله ده ان انا اعدي الاشاره ده غلط بالطريقه دي. انا بعدي الاشاره وانا ماسك الموبايل بس. فبتمشى بقى استمتع صراحه بالمدينه شويه، لو لقيت حاجة في الطريق ولا هرجع. قعدت بقى ألف في المدينة بالليل، قلت يعني بحب أكتشف أول ليلة كده، أقعد أكتشف المدينة كلها. بس زي ما انتم شايفين المطر مطرت، ورحت جبت مش عارف ده سيناكولا ده ولا ايه ده، بس طعمه حلو الصراحه. عصير برتقال 0 كالوريز وفيه صودا. فالدنيا مطرت، ممكن يكون الصوت وحش في الكليب ده او في الفيديو ده، لان طبعا المايك بتاع الموبايل اتجرأ، ومش عارف السماعات بقى برضو يعني الدنيا اتجرأت شعري اتجرأ. فده اول يوم خلص. القاكم غدا بقى. Sono 3 ore. صباح الخير. دي 2 بقى، نبتدي بقى في الجد. النهارده ناخد جولة جامدة جدا. طبعا الطقس مش احسن حاجة، مغيم، بس فالنهارده اول حاجة ابتدي بيها طبعا الفطار. طبعا ادام قلنا الفطار فلازم عايز اعمل الترند بتاع السويس، اللي هو تفة قهوة وكرواسون ولا قرص تراب. فهفطر، بعد كده بقى عندي بلان هحطها لكم هنمشي عليها. هنزور حاجة ورا التانية يعني، بلان كده مبينة الحاجات اللي هنزورها.
فهفطر ونتكل على الله، نتوكل على الله. خلصت فطار. انا مش من محبين اصلا المشروبات السخنه، قهوه كابتشينو والكلام ده، بس جبته عشان اعمل الفيديو بتاع السويسي تفة قهوه. فدلوقتي رايحين لاشهر معلم في ايطاليا، مش في ايطاليا عشان في برج بيزا المائل، اللي هي الحلقه الرومانيه اسمها كولوزيوم. كولوزيوم الايطالي بتاعي بعافيه شويه. فدلوقتي ماشيين في حواري ايطاليا، فرايحين بقى احط لكم الخريطه اللي هنمشي بيها مع بعض. فده اول معلم سياحه نروح، فالقاكم هناك. انا وصلت. مرحبا بكم في الكوليسيوم. انا وصلت. جامد. بص المنظر عامل ازاي. تحس ان انت رجعت ورا قوي. لازم نقرب. مشكلة الدخول مش عارف كان ب20 يورو او حاجه زي كده. هو مش جالي، بس يعني كواحد طالب زي كحيان جالي شويه. يعني لو انت دفعت في كل معلم 20-30 يورو هتفلس. بس المنظر عامل ازاي. تعال نقرب عشان في اشاره، والاشاره دي انا خايف اخد مخالفه بالنبع، استهتار، انا مستهتر. فتعالى نقرب ونلف حوالين نشوف المنظر عامل ازاي. الجنبي اللي بصور بيه مش عارف ايه اللي حصل له، جالنا جنونه، مش عارف باظ بقى ولا ايه، مع اني ما وقعتوش او اي حاجه. فبنقول دلوقتي ممكن يبقى الفيديو فيه اهتزاز بسيط، بس هحاول على قد ما اقدر ما ازعلش، لان خلاص مسافر وفي سفريه مش مهم، ان شاء الله هيبقى في حل يعني. بس فنزلت تحت بقى، تعالى اوريكم جلوسيوم. طلع اسمه جلوسيوم، مش انا كنت بنطقه غلط. تعالى اوريه لكم بقى عن قرب يعني. الصراحه منظره بص عامل ازاي. فتعالى نقرب شويه ونلف حواليه، لان زي ما قلت لكم يعني هم عاملينها بس يعني المنطقه اللي هناك دي كلها بقايا ومسلات وحاجات كده. فتعالى نلف حواليه ونشوف هيبقى عامل ازاي. طبعا منطقه زحمه جدا، بس المنظر عامل ازاي. ده يعني من اشهر الحاجات في روما. لسه بقى في حاجات تانية، بس ده مشهور جدا يعني منها. طبعا الدخول جوه طلع ب15 يورو، وفي جوله كامله ب50 يورو. بس الدنيا زحمه بطريقه مش طبيعيه. بحاول الف عشان اجيبهم كل الزوايا، اتفرج عليهم كل الزوايا. بس هو كبير الصراحه والدنيا فعلا زحمه. روما زحمه جدا. خلاص لفينا حواليه وشوفنا كل الزوايا الممكنه. زي ما قلت لكم بص منظر جامد قوي. زي ما قلت لكم بصوا هناك اللي كنا عنده امبارح، بس برضه مش واضح من هنا قوي. فدلوقتي نتجه بقى لوجهتنا الثانيه. الدنيا طبعا ندعت شويه، بس دلوقتي الشمس طلعت ودي حاجه كويسه مبشره بالخير. بس فالقاكم بقى في الوجهه الثانيه، نشوف كده نمشي ورا الخريطه بتاعتنا. دخلت مطعم البيتزا ده. كنت عاوز اخش امبارح لانه هو مشهور هنا، بس كان قفل. جبت حاجه اسمها سوبلي كلاسيكو، فجربها. هي عباره عن رز وموتزاريلا ومش عارف حاجه كمان. فتعال نجربها كده. بسم الله. جامده. هي عباره عن رز وصلصه وموتزاريلا، بس طعمها حلو قوي الصراحه. كرانشي والموتزاريلا بتموت. دلوقتي بقى هخلص دي يعتبر سناك يعني مش عارف. نخلص ونروح المعلم اللي بعده. معلم رقم 2 في البلان اللي احنا عاملينها دي، زرتها امبارح، فهنعمل لها سكيب ونروح المعلم رقم 3. مش عارف اقول اسماء هكتبها. الاسماء بقى ايطالي، بقى انا ماليش في الايطالي الصراحه. فالقاكم في معلم رقم 3. جيت اروح المعلم رقم 3 اللي هو بلاتين هيل. لقيت الدخول ب20 يورو. ففكوكم الليسته دي خالص، احنا نكتشف المدينه مع بعض. يعني الاماكن اللي احنا رحناها بقى ادور على الاماكن اللي ما رحتهاش واروحها،
عشان الليسته دي شكلها كده فيستك خالص يعني، بلاش نمشي وراها. فدلوقتي انا رايح على حاجه اسمها بلاتون، مشهور جدا، يا رب اكون بقوله صح. فتعالوا نروح مع بعض نشوف عامل ازاي يعني. طبعا بلاتين هيل اللي انا بقول لكم عليه اللي كله بفلوس هو ده، عباره عن زي بارك كبير مليان اثار رومانيه. ويعني ده الغريب في روما يعني الناس بيبقى عندهم باركس زي دي مثلا، بتبقى جناين، مساحات خضراء. هم عندهم الباركس عباره عن اثار رومانيه يعني اثار رومانيه في كل حته. هحاول اوريها لكم بشكل افضل. البارك ده برضو يعني بارك كله جناين، وتلاقي فيه مثلا معبد روماني، مسله، حاجات مترميه كده في الطريق. استنى اوريها لكم. بص عامل ازاي. رحت دلوقتي في طريق للبانتيون. الموضوع هنا غريب قوي يعني. بصوا دي البيوت، ده بيوت عاديه اهي، ودي اثار رومانيه. يعني عارف يفتح الشباك هنا، ده يفتح الشبابيك يتفرجوا على المنظر ده. بس انا مش عارف واضح ده، واضح. يعني شوارع روما غريبه الصراحه. Lì c'è entrato dentro, c'era una cosa che si può, c'era un riunione. ده اللي كنت بقول لكم عليه. انا برضه لسه بتمشى في المدينه. بص افتكر ان في حاجه هنا مثلا جنينه، نهر، تطلع كده من جنب السور ده تلاقي اثار. يعني بص اثار رومانيه كلها. موضوع غريب جدا يعني. وسط البيوت يعني، بص هنا بيوت عاديه خالص، وهنا ده بارك اثار. الصراحه موضوع جامد الصراحه، عاجبني. دلوقتي وانا في طريق البانتيون جاب في دماغي اللي لازم اجرب التراماسو في ايطاليا. فبعد ما نخلص في كنيسه فيها هناك مرايه مشهوره جدا، هنروح نجربها وبعد كده نشوف بقى التراماسو دنيتها عامله ايه هنا. طبعا الجزء المفضل بتاعي في كل رحله السيفونير. جبت الميداليتين دول، دي عليها خريطة إيطاليا ومكتوب عليها روما، ودي خوذة رومان. صراحة عجبتني دي قوي، إن تفضل معايا في مدينة المفتاح بتاعت بيتي، ودي انضم للكوليكشن بتاعي، كوليكشن ميداليات بتاعت البلاد. بس دلوقتي ماشي في حواري إيطاليا. خلاص البانتيون على مسافة 10 دقايق. زي ما قلت لكم الدخول ب5 يورو. عمال افكر اخش ولا لا، لان الدنيا جوه بص زحمه بطريقه مش طبيعيه. المنطقه كلها زحمه قوي يعني. بس هو الصراحه يعني بفكر اخشه، لان تجربه يعني، مش هاجي روما كل يوم يعني. بص هو عامل ازاي اصلا، شكله جامد قوي. وقدامه على طول في زي نافوره، مسله. ف شكل كده اخش. يلا بينا. اشتريت التذكره 5 يورو. فيا ريت بقى لو انت مش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب، عشان انا هدفع وانتوا تتفرجوا ببلاش. بهزر. فتعال نشوف بقى. اوه بس من جوه عامل ازاي. سوري. متحمس. الدنيا زحمة بس تجربة لذيذة. بس عامل ازاي. تخيل هقعد هنا شوية عشان احلل ال5 يورو. هاخد شوية صور. بس فهو ده من جوه. يعني هو بقى من جوه بقى مليان آثار. مش عاوز اطول القعده هنا في الفيديو يعني، بس تعالوا اوريكم عباره عن ايه الاثار. طيب يا جدعان انا دلوقتي فهمت ده قصته ايه.
ده زي مقبرة للناس اللي أثرت في إيطاليا عبر العصور، واللي صدمني إن المبنى ده موجود من قبل الميلاد. يعني في قصص من 400 سنة قبل الميلاد، انتوا مش متخيلين يعني ايه 400 سنة قبل الميلاد. ف يعني أنا قريت شوية قصص للناس اللي ماتت هنا أو مدفونة هنا، ففي منهم الملك اللي وحد إيطاليا. سنوريكم المقولة بتاعته، مش عارف انتوا سامعيني ولا لا، بس انا بحاول اعلي صوتي على قد ما اقدر. يعني اللي هناك دي هي المقبرة بتاعت الملك. دي مقبرة الملك، حاول اوريها لكم. ده كان اسمه هومبرت. مثلا ده كان اشهر رسام اسبوعي. ده كان ايوه اللي فوق ده كان اشهر رسام. اسم استنى اوريكم. طبعا القصص دي كلها مكتوبه، بس كان اشهر رسام. حاطين حتى صورته تحت اهي. ناس كتير قوي زي ما قلت لكم، الدنيا زحمه جدا. اللي هناك ده اخو الرسام. يعني هم العيله محطوطه هنا. ده اخو الرسام اللي انا لسه موريكم صورته، برضه ليه قصته. فصراحه فكره التاريخ برضه ممتعه، يعني لما تعرف ان المبنى ده يعني بقاله اكتر من 2500 سنه ولا مثلا في الرينج ده، حاجه جامده الصراحه. استنى احاول بقى اوريكم كده فيو كامل كده قبل ما نمشي. بتخشوا من هنا، دي البوابه. ده بقى المنظر كله. فما دورت كويس عشان ما بقاش مديكم معلومه غلط. المبنى ده مبني من 2052 سنه. 2052 سنه. واو، انا مش متخيل الاهرامات 7000 سنه. ايه الارقام دي يا جدعان؟ المباني دي ازاي بتستحمل كل الارقام دي؟ ده انا عندي 25 سنه ومش قادر اكمل. لا انا عندي 26. انا مش فاكر حتى عندي كام سنه، الذاكره ضاعت، كل حاجه بتضيع مني، الذاكره راحت خلاص. فصراحه مبنى شيك، واتمنى اكون استمتعتوا بالجوله السياحيه اللي انا عملتها دي جوه البتاع. ما تنسوش بقى السبسكرايب بس. فدلوقتي بقى استنى، منظر جامد جدا. دلوقتي بقى هنروح الكنيسه نشوف المرايه اللي بقول لكم عليها دي. وصلت الكنيسه هي اللي ورايا دي. مباني في اوروبا فخمه الصراحه. يا رب ما يبقاش في طابور طويل على المرايه. هي انت بتدفع يورو، هي بتبقى ملغوشه، وبعد كده تفتح، فهي بتعكس السقف، تاخد انت معاها الصوره جامده. فتعالى نشوف من جوه بقى الدنيا عامله ايه. بس يعني حاسس ان مفيش طابور طويل، حاسس كده احساس. بس تعالى اوريكم من جوه عامله ازاي. للاسف طلع في طابور طويل، كل ده الطابور بس ماشي. واو لوحة فنية. هنحاول نخش في المراية ناخد صورة. واو المنظر على الحقيقة تحفة. هي دي المراية اللي بقولك عليها. مش عارف، بحاول اوطي صوتي عشان هنا برضو ده كنيسة، بس هو كده. واو جامدة أوي. كل ده مرسوم على الحيطة. بس الطابور قد ايه؟ طابور طويل أوي. مش عارف، طابور طويل، بس هقف للأسف. واو لوحة فنية الصراحة. أنا ماليش في الفن أوي، بس فعلا شغل عالي.
اخيرا بعد انتظار طول نص ساعه انا الدور اللي جاي عليا. يا رب اعرف اخد صوره حلوه وفيديو حلو عشان انا مش هقف تاني الطابور ده تاني. طابور عذاب. يا نهار ابيض عليا والله ظهري وجعني. كل ده عشان اقف عشان الصوره دي. ظهري مش قادر. واقف يجي ساعة عشان اخد صورة وفيديو، عشان هو في حدود دقيقة، لا اقل من دقيقة اعتقد، بس هي مدة حلوة انت تعرف تتصور يعني. منظر من بره جامد. دلوقتي في حاجتين، يا اما هروح اكل تراماسو يا اما هروح للنافورة، اشهر نافورة في روما. لان مش عارف بكره مسافر لنابولي، فانا مش عارف بقى بكره هلحق اقدر اعمل ايه، فبحاول اخلص كل حاجه النهارده. فاشوف كده هعمل ايه يعني، هتحرك ناحيتهم واشوف اني اللي اروح له الاول يعني. فكانت وقفه لذيذه. يلا بينا. يعني انا وصلت بالغلط للنافوره، اشهر نافوره في روما. ايه الزحمه دي؟ ايه الزحمه دي؟ ده المشكله النافوره مش حاجه اثريه مثلا، ده الاهرامات مش بالزحمه. ايه الزحمه دي؟ زحمه رهيبه مش طبيعيه. طبعا ما ينفعش اعرف اخد صوره دلوقتي خالص ولا اي حاجه. بفكر بكره الصبح اجي بدري، بس زحمه قوي. ده ما فيش مكان ان انت تقف صف اول حتى يعني، وصفافير ويعني هنا بقى اللي ممكن تتسرق يعني. انت اسري تعالى هنا. زحمه رهيبه. انا هحاول اوريها لكم، بس هي فعلا ممكن اجي لها بكره تاني، لان هنا فعلا ايه ده؟ دي اشهر نافوره في روما. بص صفافير بقى، الناس شكلها بتنزل الميه. بس موضوع لا صعب أوي، صعب. انا اصلا كنت ماشي يعني مش عارف احسب اللي انا قابلها يعني. هحاول اصورها لكم، بس بكره بقى احتمال اجي تاني يعني، احتمال يعني انا عديت عليها النهارده، بس ممكن بكره اجي لها تاني مخصوص بقى. دلوقتي رايح اكل باستا. ف يعني دي شكلها حاجه معروفه، بس يعني انا ما اعرفش اسمها يعني، لقيتها بالصدفه. بس فكره السلالم الكتير دي مميزه في ايطاليا يعني، معروف في ايطاليا فكره السلالم. هحاول اقرب لكم شويه عشان تشوفوا المنظر، او الافضل ان انا ايه اوريكم الميدان. هو شبه ميدان كده، الدنيا يعني نضيفه شكلها الحته دي يعني حته نضيفه يعني. حتى بص جوتشي ده شكلها حته نضيفه. دي السلالم اللي بقول لكم عليها، ستايل لذيذ صراحه، بس الدنيا زحمه قوي. روما زحمه بطريقه مش طبيعيه يعني. بس فالوقت اروح بقى ادور على محل الباستا بتاعي. السلالم اللي كنت عندها دي اسمها سبانيش ستيبس. دلوقتي هاكل من المطعم ده باستا، وحل من ده تراماسو. من الحاجات السخيفه ان حطيت نوعين بس كل يوم. هو الموضوع ده شكله طلع مشهور في ايطاليا، ان اليوم بيبقى ليه طبق معين يعني. مثلا الحد مثلا هنا حاطين بورك وفيجيتيريان، فانا هاخد الفيجيتيريان. بكره في مشروم ومثلا صلصه يعني، باستا بالصلصه، باستا بالمشروم. فدي من الحاجات الرخمه يعني. فجرب دلوقتي الفيجيتيريان ونشوف التراماسو عامل ازاي. Che gusto vero? Wait now. Yeah. Thank you very much. Just don't put on the. جبت الاكل وهقعد قدام النافوره دي وانا باكل. جبت الباستا دي. دي اعتقد بصوص اسمه بيستيو. جبت تراماسو يعني اوريه لكم بعد ما اخلص اكل. دلوقتي بقى تعالى نجرب كده مع بعض الباستا. طبعا الدنيا زحمه. بسم الله. حلوه، بس انا مش من محبين المكرونه قوي، انا من محبين الرز اكتر. فلا بس هي صوص حلو قوي. فهخلص اكل المكرونه وبعد كده بقى ادوق معاكم
دي بكام؟ ده سؤال جه في بالي. الباستا ب5 يورو والتراميسو ب5 يورو. خلصت الباستا. الصراحه الكميه جامده قوي، الصراحه الكميه محترمه يعني مقارنه بالسعر، لان انا كنت سالت في مطعم قبل ما اكل. طبعا دايما بحب اسال عشان ما يضحكش عليا. كان ب 14 يورو في المطعم، بس كان مطعم بقى مش حاجه كده تاكلها تمشي. السعر حلو. دلوقتي هجرب التراميسو. بسم الله. حاسه فلافي قوي. جامد. طعم القهوة لذيذ الصراحة. لذيذ. كان في بيستاشيو بس هم كله قاعد يقول لي جرب القهوة. ده قهوة وشوكولاتة يعني. بس فدلوقتي هقعد بقى استجم في المنطقة دي شوية، فيها ناس كده وفيها روح. ومش عارف هل هعمل حاجة النهارده تاني ولا اليوم كده هيخلص، لأن خلاص الدنيا بتليل وانا الصراحه حابب استجم واستمتع بالمدينه شويه يعني من غير تصوير. فلو لقيت حاجه مميزه هصورها لكم، لو ما لقيتش فهلقاكم غالبا. صباح الخير. النهارده داي 3 في روما، او اخر يوم. امبارح رحت النافوره تاني بالليل، عملت فيديو لذيذ كده وانا برمي جنيه مصري في النافوره. هو في الطبيعي بيرموا سنتات، بس انا قلت ابقى مميز واسيب لهم الجنيه المصري عشان هما بيجمعوا الفلوس دي بالليل بعدين يعني. فقلت لازم اسيب الاثر المصري، ان انا مصري وجيت روما. طبعا في مصري كتير في روما بس انا بهزر يعني. النهارده بقى عاوز ازور حاجتين. ممكن اعدي على النافوره تاني، لان امبارح بالليل كانت لذيذه يعني، بس ما صورتش، كنت بستمتع بالوقت. الفاتيكان ده من اشهر الحاجات هناك، وحاجه تانية زي برضو نافوره تانية مشهوره هنا. بس الاول لازم نفطر. عملت طبعا تشيك اوت، معايا الشنطه، فتعالوا نروح نشوف هنفطر منين بقى النهارده. جبت كرواسون من المحل ده، يعني انا عاوز اوريكم اللوكيشن بتاعه عامل ازاي. النافوره هنا. انا مش عارفه افرد ايدي، يعني انا مش عارفه افرد ايدي علشان اصور. مكان زحمه بطريقه مش طبيعيه. فهحاول اروح اقعد في مكان. طبعا نفسي اخش اقعد قدام النافوره وافطر، بس هجرب يعني. لو عرفت فعرفت. انا ما شفتش حته زحمه بالطريقه دي، وعلى يعني اوفر ريتد الصراحه. ف هحاول اقعد في مكان عشان افطر واوريكم اللي انا جبته. قعدت هنا يعني بعيد شويه عنهم. بص واقفين، ده كل ده طابور، ده طابور عشان يخشوا بس يعني. لا دول اللي تحت دول اللي دخلوا، اللي فوق دول طابور عشان يخشوا يعني. مش عارف سامعني ولا لا. اوريكم اللي جبته. جبت يعني منظر الاكل يشرح القلب الصراحه. هو فطار عادي، بس انا هحاول اطلعه. المشكله ان هم ده نوتيلا مصارف، خلي بالكم يعني مكلف. وده بيستاسيا، الألمان بيقولوا بيستاسيا. بس فاستمتع بقى بالفيو ده. قاعد هفطر قدام النافوره في ازحم مكان في روما. افطر بعد كده بقى نروح التاني. بس المايه شكلها نضيف قوي، تحس ان هي كده كريستال. مش عارف، كنت شايف ان انا هفطر هنا يعني النهارده، ما عملتش حسابي خالص، بس القعده جامده قوي الصراحه. بس فنلقاكم بقى بعد الفطار. وصلت المكان اسمه بايازا نافونا. جامد. مش كده؟ هو المعمار بتاعها صراحة جميل أوي، وهو ميدان كبير جدا يعني. المضحك بقى أو الجميل يعني في المكان، بص تلاقي كل شوية جروب زي اللي هناك ده كده، ورافعين العلم بتاعهم وماشيين مع بعض كده بيتكلموا مع بعض. تحس فعلا شعور جميل أوي كده، اللي أنت شايف العالم كله في مكان واحد. فده بايازا نافونا. هحاول أصوره لكم عشان يبقى بشكل أحلى. للأسف بقى يعني برضو زي ما قلت لكم في أعمال صيانة، فالنافورة مش شغالة. خالص. أتوقع إن هي لو كانت شغالة كان هيبقى الوضع مختلف صراحة. النافورة بتدي روح كده للمكان، وبتدي فايبس رومانسية كده. المسلة دي هبقى شد عليها، هي بتاعتنا عليها كتابة فرعونية. طب تصدق استنى اوريها لكم.
الفيو من هنا خيال. انا كنت فعلا هتضايق لو ما فوتت المنظر ده، لان انا ما كنتش عامل حسابي ان انا هاجي هنا خالص. بصوا القلعه، الكوبري اللي بقول لكم عليه، كل المعالم السياحيه بقى اللي زرناها ما عدا الكاليسيو. فعلا تحس ان انت لو عاوز ترسم لوحه كده بالعرض تحط فيها المعالم كلها بتاعت ايطاليا هتبقى هي دي اللوحه. فتعالى اوريها لكم. دلوقتي قدام القلعة، ماشي على الجسر اللي قدامها بالظبط. يعني هحاول اوريكم الجسر عامل ازاي. ده الجسر اللي قدام القلعة بالظبط. ودي القلعة. طبعا ظهري ابتدى يوجعني. دي مشكلة بقى التشيك اوت بتاع الفنادق والهوستلز. انا اتوبيسي الساعة 4:30، عملت تشيك اوت من الساعة 11، فالشنطة طبعا ابتدت تلعب لي ظهري. فدلوقتي هطلع على الفاتيكان لان ده خلاص اخر حاجه هنشوفها في روما. وعشان طريقي لمحطه الاتوبيس اللي طلع منها فليكسبوس ساعه من هنا، فلازم ابتدي اتحرك من بدري شويه، عشان انا لو فاتني الباص ده هدفع رقم محترم عشان اروح نابولي. فتعالوا نروح نشوف مع بعض الفاتيكان عامل ازاي. صراحه القلعه شكلها جامده، بس عامله ازاي. طيب انا لسه دلوقتي قدام القلعه ما اتحركتش، فجوجل مابس خدعني. انا كنت فاكر ان الفاتيكان بعيد لان هو كان باين لي فيه 10 دقايق او ربع ساعه مشي، بس انا قدام القلعه لو لفيت كده الفاتيكان هو المبنى اللي هناك ده. في زي مباني على يمينه ومباني على شماله، وده ممر كده هنمشي جواه. بريف سريع كده عن الفاتيكان. الفاتيكان هو قلب الكنيسه الكاثوليكيه، عن اي حاجه تبع الكاثوليك بيطلع من هنا. المبنى ده موجود من ايام الرومان، في فتره من فترات الزمنيه كان منفصل تماما، يعني جوه روما بس منفصل عن روما، تحس دوله تانية، لغايه ما رجع بعد كده بقى فتره زمنيه رجعوا تاني لبعض. رجع تاني انضم يعني بقى تبع الدوله تبع روما يعني. بس طبعا عدد السياح رهيب. كان لسه في جروب اوكراني ورا لو بصيتوا، جيش، في رز، في يعني هيبان. تعالوا نروح نشوف. دخلت دلوقتي الفاتيكان. الصراحة الآثار الرومانية خدت قلبي. أنا أصلا من النوع اللي كنت بحب أتفرج على فيلم جلاديتور والأفلام اللي هي بتاعت العصر الروماني والإغريق والحاجات دي كلها، فإن أنا أشوفهم على الحقيقة فعلا شيء جميل يعني. الحراسة هنا عالية قوي، يعني أنا عشان أعدي فتشت كذا مرة والشرطة كتير في كل حتة. مدينة كبيرة قوي، هي أصلا اسمها فاتيكان أو فاتيكانو مش عارف ولا فاتيكان سيتي، فزي ما قلت لكم هي كانت منفصلة. بص الأبراج بتضرب. مش معنى ان هي منفصله لازم يبقى ليها حدود مختلفه، لا عادي ممكن تبقى جوه روما بس مش تبع قوانينها، يعني ليها بقى قوانينها الخاصه وكده، فده الانفصال ذات نفسه. فعايز اوريكم بصوا الدنيا عامله ازاي، تحس ان انت دخلت فعلا فيلم روماني. بصوا ورايا، عاوز اصوره لكم بطريقه افضل، بس طبعا يعني انت مثلا عاوز تصور من النص، هم حاطين ما ينفعش تبقى في الحته اللي في النص دي يعني. طبعا بقى في حتت بيبقى الدخول بفلوس، بحاول اصورها لكم بشكل افضل ونلف كده تشوف كل المناطق اللي في المدينه دي. شكلهم بيحضروا الايفنت او حاجه معينه عشان بس عاملين عادات. بصوا المبنى عامل ازاي، بصوا المبنى عامل ازاي. انا بجد يعني عاشق للحضاره الرومانيه من اول دلوقتي، من اول ما سافرت روما. فعلا مباني جامده قوي. بص كلها تماثيل، باصين تماثيل. الكلام ده بقاله سنين، انتوا متخيلين؟ سنين. بس الفكره بقى ان هو اكيد في تجديدات، لان المباني شكلها برضو محافظه على حالتها يعني برضو مش هيجوا زي الاهرامات. الاهرامات فعلا حاجه فعلا في منتهى العظمه يعني.
كده تعتبر من عجائب الدنيا يعني، لان استحاله يكون ده ما حصلش فيه اي تجديد، بس مباني شكلها نضيفه برضه، فاهم قصدي؟ بس فداخل جوه كده ونشوف الدنيا عامله ايه جوه. انا خلاص داخل، فمن رايي مش لازم تشوف وشي، لازم بقى نخش كده كأنك انت اللي داخل مش انا اللي داخل. تعال نشوف مع بعض عامل ازاي. بص الزخرفه جامده قوي، تماثيل في كل حته يعني. بصوا تماثيل في كل حته. هنخش بقى من جوه. بس عامله ازاي؟ دلوقتي بس ربنا ستر. اوف عالم جامده قوي. اوف يا جدعان. طبعا كان لسه ماشي السياحي بيقول للجروب بره يعني حاولوا يتكلموا بصوت هادي، لان ده يعني كنيسه برضه في الاخر، فلازم يبقى ليها احترامها يعني. فبحاول اتكلم بحيث ان هو ايه ما اضايقش حد يعني. أول مرة أشوف حاجة كمان الصراحة، مش أول مرة بس يعني الصراحة الألوان جميلة أوي، والحضارة باينة يعني، تحس في روح الحضارة وأنت ماشي كده يعني. تخيل مثلا ده مثلا من 600 سنة 700 سنة كان في ناس هنا بأعمار مختلفة، بأفكار مختلفة، بثقافات مختلفة. عاوز أوصل للوجهة الذهبية اللي هناك دي، بس الناس زحمة قوي، وفي نفس الوقت ما اعتقدش ان حد هيعرف يقف هناك لفترة طويلة يعني، بسبب ان طبعا ما يحصلش تكدس يعني. طبعا الحضارة الرومانية كانوا بصوا محترفين جدا في النحت يعني. انتوا مش متخيلين النحت طبعا يعني نحت على صخر يعني الموضوع صعب قد ايه، بس هم فعلا يعني. انا عايز اوريكم تمثال او يعني ديتيلز عالية قوي، ديتيلز عالية بطريقة مبالغ فيها يعني. حتى دلوقتي في عصرنا هذا النحت مش سهل يعني، النحت بالطريقة دي مش سهل، فتخيلوا بقى ده من آلاف السنين. تمثال او تمثيل الدقه بتاعتها عاليه ازاي. ديتيلز عاليه جدا يعني، لو بصيتوا كده في الديتيلز رهيبه. بس انا هحاول اقرب لكم. بصوا ديتيلز عاليه قوي، والتمثال تحس فعلا منحوت بطريقه يعني احترافيه مش طبيعيه يعني. تحس ان هي من العصر ده يعني. اللي عمل لو شفته هتقول ده واحد لسه عامله، فاهم، بالتكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي، بالامكانيات اللي موجوده دلوقتي، مش مثلا تماثيل بقى لها آلاف السنين يعني. بس فهو ده الفاتيكان. طبعا هو كبير فانا مش هقدر اوريكم كل حاجه فيه، بس ده المين بيلدينج زي ما قلت كده. ده المين هول برضو. الحته دي بصوا يعني دي اشهر حته فيه. الجولد مع الحضاره مدي روحانيه عاليه قوي. طبعا الحته اللي ورا دي جامده قوي يعني، انا صورتها لكم بحيث ان هي تكون بشكل افضل يعني. فده الفاتيكان. بس فدلوقتي هلف كده لفه سريعه، لو لقيت اي حاجه تانية هصورها لكم، لو ما لقيتش بقى هبتدي اتحرك على الباص. وصلت الفاتيكان وخد ساعه ونص مش قادر، مش كتير قوي، في حدود 6 كيلو بشنطه ظهر. قسمت
دلوقتي طالع على نابولي. فالفلوج كده خلص في روما. متنساش تعمل سبسكرايب. انتظرني في الفيديو الجاي في نابولي.